مايكل سايلر مايكرو استراتيجي شركته اشترى بيتكوين جديد. هلا اليوم معي كتير اخبار، بيكونوا يومين او 3 بالكتير. مش صار زمان مش عامل هالفقرة، لدي الوقت ما عم كون فاضي للأسف، وبذات الوقت كنت مرضان. على كل الأحوال هتشوفوا أخبار شوي صغيرة قديمة بس مهمة، أخبار إيجابية وحلوة وأخبار جدا سلبية. والخبر اللي كتير مهم والقنبلة هي بالموضوع كله تبع الفيديو هي بآخر هذا الفيديو، فتابعونا على الآخر. خلينا نشوف هلأ شو في معنا أخبار لليوم. باينانس عم تحضر حالها ترجع تعمل ستوك تريدينج بقلب منصة باينانس نفسها. باينانس كمان أطلقت فيوتشر لسهم تسلا على منصتها. سي او لكوين بيس براين ارمسترونج عم بقول الاشخاص اللي بيكرهوا الكريبتو حيجي وقت وحيضطروا هن يستخدموا الكريبتو بدون ما هن ينتبهوا. هذا الشيء صحيح 100%. خبر غريب وخبر مهم. احتمالات هاي الاحصائيات عبر بولي ماركت. الاحتمالات عم بتقول او عم بترجح انه في احتمالية كتير كبيرة نهار الجمعة ترجع الحكومة الامريكانية تغلق من جديد. توم لي صاحب شركة بيت ماين اشترت 40,302 حبة إثيريوم بسعر 117 مليون خلال أسبوع واحد، وهي بالوقت الحالي صارت حاملة 4 مليار هي لازم يكون 4 مليار 4,243,338 حبة إثيريوم بسعر 12 مليار دولار. مايكل سايلر مايكرو استراتيجي شركته اشترت 2,932 حبة بيتكوين بسعر 257 مليون. خبر ضخم ومهم حأحكي عنه أكتر بمقال تاني وبأكد الخبرية. شركة الريبل فاتت على السوق السعودية عبر بنك الرياض. كيف؟ هلا بمقال تاني بيجي معنا وبنحكي أكتر. بلاك روك امبارح عملت دمب، باعت بيتكوين وإثيريوم، باعت 1815 حبة بيتكوين بسعر 159 مليون، باعت 15,112 حبة إثيريوم بسعر 43 مليون. هي أرسلتهم على كوين بيس برايم، وهذا الكوين بيس برايم هو حسابها هونيك، ومجرد ما تبعته لهونيك أكيد هي عم بتبيع. خبر ضخم كمان هو كتير مهم. الاتحاد الأوروبي عمل اتفاقية مع الهند فري تريد، يعني أي شيء فات وطالع من الهند على أوروبا والعكس صحيح، ما خالي من أي ضريبة. افلانش اليوم كان أول يوم للصندوق الاي تي اف تبعها عبر فانيك. للأسف كان 0 تداول عليه لصندوق افلانش. الريبل عبر شركة جيل، الشركة هي ايد اليمين لبنك الرياض واللي هي للاختراع والتكنولوجي. فمن عبر هاي الشركة اللي هي جيل راح تقدم خدمات الريبل لبنك الرياض واللي هي أكيد خدمة الدفعات، والمعروفة ريبل للدفعات البنكية، تحويلات وأي شيء بيتعلق بالبنك، يعني مش بس دفعات. رئيس ترامب اليوم أعلن 25% تعرفة جمركية على جنوب كوريا، واللي هي هاي 25% وشي هي السيارات، أدوات طبية أو بالأحرى صيدلية، وبعض الأعمال اليدوية. الصين بما أنه هي عاملة بان حظر على الشعب الصيني يشتروا أو يتعاملوا بالكريبتو ككل شو ما كان، هي هلأ بدها شوي صغيرة وبتقلب وبتصير قبل يعني رقم 1 كدولة حاملة بيتكوين. بما أنه هلأ الولايات المتحدة هي أكبر محفظة عم نحكي كدول حاملة بيتكوين، الصين صارت كتير قريبة منها لتكون هي رقم 1. World Liberty Finance اللي هي عندها عملة اسمها WLFI، هي بذات الوقت World Liberty Finance هي بنك اون تشين، يعني او مش ضروري تكون بنك بس انا مسميها بنك مشان هي بتقدم خدمات مثل خدمات البنك. تقدر تدين تقدر تحط عملة مقابل عملة، وتقدر تحط عندك تعمل ستيكينج لتاخد ريوردز. قلبت من بيتكوين لإثيريوم، شو يعني بخلال 6 ساعات أو أكثر من 6 ساعات صار، مشان هذا المقال شوي صغير من النهار. بخلال النهار عملت ترانسفر 93 حبة بيتكوين بقيمة 8 مليون 2868 حبة إثيريوم. إحصائيات أو المراهنات على بولي ماركت عم بتقول
آه الأسعار أو تريدرز اللي هن الأشخاص اللي عم بيعملوا تداول محددين 99% السعر الموجود حاليا اللي كان خلال النهار قبل ما يتغير هلا عشية على الأرجح إنه الفيدرالي ما راح يغير الفايدة، راح يثبتها، يعني ما راح ينزلها ولا راح يطلعها، راح يثبتها وهو اجتماع الفايدة بكرة. فإذا طلع صحيح هو كان على أساس تسعر السوق على هالأساس، بس هلا عم بيرجع يتحرك السوق بطلوع. شو حنشوف بكرة؟ الله يستر. حوت من حيتان الإيثيريوم من أيام زمان عم بيقولوا possibly linked to Bitfinex، يعني هو احتمالية شخص من أشخاص بيتفينكس أودع 50,000 حبة إيثيريوم بسعر 145 مليون على جيميناي، منصة جيميناي، من بعد ما كان نايمة هالمحفظة لأكثر من 9 سنين. بلاتينيوم والليثيوم فاتوا على الخط وقليل لحد عم يحكي عنهم. اليوم هني صاروا عاملين ربح. البلاتينيوم 183% اللي هي ضرب 2 من الذهب، والليثيوم عامل 122% ضرب 1.5 عن الذهب. يعني كل شي بيتعلق بالمعادن عم بيعمل رباح هائلة وطائلة، وهذا الشيء إيجابي وشي حلو. بس بدكم تنتبهوا، تصحيح بعد ما وصل، في وقت بده يصير في التصحيح. عامل فيديو عن الذهب والفضة لحال بعدين. ستيك اند شيك من اهم المطاعم لستيك. من فترة حكيت انه هي اشترت بيتكوين، وهلا من جديد اشترت بيتكوين بقيمة 5 مليون دولار لتزيد على احتياط البيتكوين تبعها. خبر القنبلة لليوم واهم خبر بالنسبة إليه شو هو؟ وبعضه طازة ماني متأكد منه، بس اذا صحيح خبر قنبلة، حرفيا قنبلة ومهم وحيأثر على الأسواق. ليش؟ حوت فتح قيمة شورت ب36 مليون دولار، ضرب 25 اكس. يعني الرافعة اللي فتحها ضرب 25 بس شورت، والمبلغ منه كلمة بتتم 36 مليون، بيتصفر على سعر 125 دولار إذا بحال وصل الفضة لهونيك. يعني إذا كان هالخبر صحيح، يعني هذا الشخص اللي فاتح شورت بهالقوة هاي بيعرف شي نحنا ما بنعرفه، وبذات الوقت بيعمل انذار انه المعادن اجا وقت تصحيحها. واذا اجا وقت تصحيحها هونيك قنبلة تاني لحالها. قلت لكم حاعمل فيديو لحاله بعدين بما يخص الذهب والفضة. هاي كان كل اخبارنا اليوم. بتمنى ما كنت طولت عليكم، حاولت اقراهم كتير بسرعة. بعتذر انه جمعت 3 ايام مع بعض، ما حارجع عيدها التوبة، بس بالنهاية الصحة لها حقها. نهاية هذا الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. ما تنسونا فولو لايك وشير.